بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله نقدم لكم وصفه جديده. معانا النهارده الريد صوص سبايسي، ده الصوص الحار الاحمر. اول شيء معانا مايونيز، معانا خيار مخلل، معانا صلصه فلفل احمر رومي او دبس فلفله، معانا فلفل حار مشوي في الفرن. طبعا دي المكونات اللي احنا هنستخدمها في الخلطه معانا. هنركب كل المكونات في قلب الخلاط بنفس الطريقه: الفلفل والخيار والمايونيز ودبس الفلفلة او صلصة الفلفل الاحمر الرومي. طبعا هنستخدم مية في الوصفة حسب الطلب. هنضرب الكمية كلها في قلب الخلاط. لو طلعت تقيلة معانا في الخلاط هنديها نسبة مية خفيفة، بحيث ان الصوص يبقى كريمي معانا، طالع كريمي معانا، ما يبقاش خفيف. طبعا الصوص الاحمر الحار ده بيستخدم في جميع انواع الفرايد تشيكن، وبيستخدم في الشاورما الدجاج. صوص ممتاز طبعا، وده سر من اسرار المهنة. ان شاء الله جربوها يعجبكم باذن الله. ده خلاص بعد ما ضربناه في الخلاط، وده الشكل الاخير ليه. طبعا بيستخدم في اي نوع فرايد تشيكن، بيتقدم مع البروستد، بيتقدم مع الكريسبي، بيتقدم في سندوتشات الشاورما. اي سندوتشات تخص الفرايد تشيكن طبعا بيتقدم معاها. ممتاز وطعمه جميل، وجربوه باذن الله يعجبكم. ده القوام بتاعه، قوام كريمي طبعا زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله جربوها هيعجبكم باذن الله. وما تنساش الدعوة الحلوة ليا لو عجبك الصوص ان شاء الله. ده الشكل النهائي بعد ما عبيناه في العلب. لو عجبك الفيديو ادعمني باللايك والشير، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.